أخبار اليوم: عاجل إلغاء مران منتخب الأرجنتين قبل مواجهة مصر في كأس العالم بسبب العواصف. ألغى منتخب الأرجنتين مرانه الذي كان مقررا اليوم بعد تحذيرات من السلطات الأمريكية بشأن عواصف رعدية وأحوال جوية سيئة في مدينة ميامي، وذلك وفقا للبروتوكولات الخاصة بالسلامة. ويستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة منتخب مصر في دور ال16 من كأس العالم في لقاء مرتقب يقام يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. رسميا منتخب فرنسا في مواجهة المغرب. حسم منتخب المغرب تأهله إلى دور ربع النهائي ليضرب موعدا ناريا مع منتخب فرنسا في واحدة من أقوى مباريات البطولة. المواجهة المرتقبة ستجمع بين أسود الأطلس والديوك الفرنسية في لقاء يحمل طباعا ساريا بعد مواجهتهما الشهيرة في نصف نهائي مونديال 2022. هل ينجح المغرب في كتابة فصل جديد من التاريخ أم تواصل فرنسا مشوارها نحو اللقب؟ إنجاز تاريخي جديد لإبراهيم دياز مع المغرب. دخل إبراهيم دياز تاريخ كأس العالم بعدما أصبح أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في تاريخ المونديال بوصوله إلى 4 تمريرات حاسمة، وحقق نجم ريال مدريد هذا الرقم بصناعة هدفين في فوز المغرب على كندا 3-0 بدور ال16 ليقود أسود الأطلس إلى ربع النهائي. كما أصبح دياز أول لاعب إفريقي يصنع أهدافا في مباراتين متتاليين خلال أول مشاركة له في كأس العالم، ليواصل كتابة التاريخ مع المنتخب المغرب والتألق كأحد أبرز نجوم مونديال 2026. استقبال أسطوري ينتظر منتخب الرأس الأخضر بعد وداع كأس العالم رغم الخروج من دور ال16 أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 بعد وقت إضافي. يعود منتخب الرأس الأخضر إلى بلاده بطلا في أعين جماهيره بعد الأداء التاريخي الذي قدمه في المونديال. من المنتظر أن يحظى المنتخب باستقبال جماهيري ورسمي ضخم في العاصمة برايا، يتضمن موكبا احتفاليا وحفل تكريم وتقدير لهم لما حققه الفريق. وكتب منتخب الرأس الأخضر صفحة جديدة في تاريخه بعدما قدم مستويات رائعة أمام كبار المنتخبات لينال احترام وإشادة جماهيرية من كرة القدم حول العالم. وفي النهاية صلي على النبي.